كثير ناس دخلوا يراسلوني ويسألوا ويستفسروا عن الرابط الذي أطلقته هيئة الزكاة والجمارك السعودية لمراقبة حركة سير المنفذ السعودي عبر كاميرات المراقبة الموجودة في المنفذ. كل ما يرسل واحد الرابط بالتيك توك او احطه بالتعليقات ما يشتغلش الرابط خالص، الرابط ما يشتغلش بالتيك توك. لذلك انصحكم بتحميل هذا التطبيق من متجر بلي، اي متجر عندك بالجوال حمل التطبيق هذا، وكل ما عليك القيام بعد تحميل البرنامج فتح البرنامج زي ما اوضح لكم هنا بالفيديو. تفتح البرنامج وتختار المنفذ الذي تشوف الحركة حق الناس او الزحمة. تختار منفذ الوديعة. بعد ما تختار منفذ الوديعة اختر أي كاميرا الذي تريدها، سواء الجمارك أو المغادرون أو القادمون أو أي كاميرا اختارها من هنا، وبتشتغل لك الكاميرا تلقائيا باللحظة الذي أنت تشتها، وتشوف حركة السير مباشرة. يعني ما عبش داعي إذا معك مسافر، إذا معك أخوك، ابن عمك، صاحبك، أمك، أي واحد يقرب لك، ما عبش داعي إنك تشغل الناس ولا تشغل السواق اللي هم راكبين معاه. وين وصلتم؟ دخلتم المنفذ؟ خرجتم من المنفذ؟ افتح المنفذ وانت جالس مكانك وراقب متى يدخلوا ومتى خرجوا بالراحة. بالفعل خدمة مميزة وخدمة يشكر عليها الحكومة السعودية، بيض الله وجيههم ما قصروا. هذه الخدمة لا توجد في أي منافذ من المنافذ العالمية إلا المنفذ السعودي. المنافذ السعودية جهود جبارة تبذلها المملكة العربية السعودية لتسهيل حركة المسافرين والتنقل بين مدن أو دول المملكة. تحياتنا لهم.